كان بيلعب كورة بالصدفة مع أكبر منتج في مصر واكتشفوه أصغر نجم عربي يوصل لمهرجان كان، ودوره مع رمضان في البرنس كان بيخنقه وبيحب أروى جودة ونفسه يخطبها. وصل للعالمية بكم مشهد مع أكبر شركة إنتاج في العالم، ومحمد رمضان بيقول عليه إنه شايف نفسه فيه طول الوقت. أصل الحكاية مع أحمد داش، عنده 22 سنة، اكتشفته المخرجة مريم أبو عوف والمنتج أحمد الجنايني وهم بيصوروا إعلان، ومن بعدها عمل 10 إعلانات في 6 شهور بس، لحد ما جات له مكالمة الفيلم لا مؤاخذة، وعمرو سلامة اداله دور البطولة. خرج موهبته وكان السبب في شهرته، وهو ولا كان في دماغه تمثيل ولا حاجة، كان بيحب الطب ونفسه يطلع دكتور. وحاليا بيشارك في أعمال درامية وسينمائية مع أكبر نجوم في مصر. بيشارك حاليا في مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان. والسؤال اللي هيجنن الناس على السوشيال ميديا لدرجة انهم بيتخانقوا مع بعض في التعليقات، هل احمد داش ابن جعفر العمدة ولا هيطلع اخوه؟ ومش بس الناس اللي في ما بينهم مشاكل، لكن كمان أسرة المسلسل في ما بينهم مشاكل في الواقع، وده ظهر لما شفنا ردة فعل منى فضالي على ترتيب الأسماء في تتر المسلسل. ازاي اسم احمد داش يتكتب قبل اسمك؟ والله انا استغربت زيك، يعني انا اتفاجئت. قالت منى انها اتضايقت لما جه اسم احمد داش قبل اسمها في المسلسل، وده ما كانش من شروط العقد، وانها بتتكلم في الصح لانه اصغر واحد فيهم، وواضح ان مش هي بس اللي كان عندها مشكله. بس اتفاجئنا بصراحه، مش انا بس، انا وناس كتير في الكاست. فجه داش ونشر فيديو منى من البرنامج وكتب عليه: تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي. مش اول مره يمثل مع محمد رمضان، لكن اشتغلوا مع بعض قبل كده في مسلسل البرنس، وكان طالع في دور شاب مدمن، وعشان يحضر للدور أخد شنطته وكراسته وراح لمصحة، وقعد يراقب المدمنين اللي بيتعالجوا هناك ويعمل معاهم لقاءات لحد ما عرف منهم الرحلة كاملة. فكان دايما تحت ضغط نفسي وقت تصوير المسلسل، وحس إنه مخنوق من حالته الشخصية. وشارك في المسلسل العالمي مون نايت. في وشك خواجة. وكان اللي رشحه للدور هو مخرج المسلسل محمد دياب، واختارته اليونيسف سفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة شباب بلد، لمساعدة شباب مصر في عمل ورش وبناء معسكرات تدريب عشان يقدروا يخرجوا لسوق العمل على طول. وبيشارك داش في مسلسل آخر من بطولته اسمه الصندوق، وبيشاركوا في البطولة هدى المفتي وعلي قاسم وسماح أنور. ويعتبر داش أصغر نجم عربي دخل مهرجان كان. أحمد داش يعتبر من أصغر الممثلين الصاعدين في الوسط الفني حاليا، اختياراته للأدوار دايما مميزة، وبيختار المخرج الشاطر اللي يساعده يتقن دوره ويكتشف موهبته أكتر. والأكيد إننا هنشوفه قريب في أعمال بطولة مطلقة. ودي كانت نهاية الحلقة، ما تنساش تشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.